حقا فعلا أن الإقجاع هو السبب الرئيسي في منح الكرة الذهبية للنيجيري أسمي السنة الماضية وللقمان هذه السنة، وحرم منها اللاعبين المغاربة. هناك الكثير من اللاعبين المغاربة حرموا من هذه الجوائز، هناك الكثير، ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، هناك العديد من اللاعبين كانوا يستحقون الترشح لهذه الجائزة والفوز بها، وعلى رأسهم أشرف حكيمي وياسين بونو السنة الماضية، لكن لا أحد فيهم فاز بهذه الجائزة. هل الإقجاع له دور في هذا؟ وما هو دور الإقجاع في الاتحاد الإفريقي؟ لماذا لم يفز بها اللاعبون المغاربة بهذه الجائزة؟ هنا نضع نقاط استفهام عديدة وعديدة جدا. ما هو دور السيد الإقجاع في الاتحاد الإفريقي إذا لم يكن ليدافع عن مصالح المنتخب وعن مصالح اللاعبين المغاربة؟ فيجب عليه أن يستقل وأن يرحل عن المنتخب الوطني المغربي، لأنه رجل غير كفء، رجل لا يستطيع أن يدافع عن فرق بلده وعن لاعبين وطنه. إذا لم يكن يستطيع أن يدافع على حقوق المغاربة واللاعبين المغاربة، ماذا يفعل في الاتحاد الإفريقي وكذلك عضو في الاتحاد الدولي؟ وأنت مذلول، أنت مذلول أمام الأفارقة. يأتي إفريقي من مكان آخر بعيد جدا ويفوز بجائزة في منزلك وأنت الأفضل. أنت لست فقط حيث مرشح في المغرب، حيث منظم في المغرب، لا، أنت الأفضل. أنت عندك لاعبين يستحقون هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق. إذا ما هو دورك أنت في الاتحاد الإفريقي إذا لم تدافع عن اللاعب المغربي؟ هناك نقاط عديدة وهناك نقاط استفهام تدور في الخفاء. لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ الإقجاع أوكي، قدم للكرة المغربية الشيء الكثير والكبير، لكن في المقابل أنفق الملايير، في المقابل صرف الملايير من الدولارات من أموال الشعب المغربي على الرياضة المغربية، ولذلك تحقق هذا الذي حققه. لكن على أرض الواقع المغرب كان عنده واحد اللقب، مازال هو واحد اللقب، ما زدنا حتى لقب آخر. فاش نجيو للنتائج راه مازال نفس المشكل، عندنا واحد اللقب، كان واحد اللقب، باقي واحد اللقب، اوكي زدنا في الروتا وزدنا في التصويت وزدنا في كذا وزدنا في كذا، لكن النتائج باقي هي نفس النتائج، نفس اللقب، مازال نفس اللقب الشريف ديالي. انت راك 10 سنين وانت رئيس اتحاد وما فزنا بحتى لقب، ما فزنا بحتى شي لقب معاك. ما تقوليش هنا لكاس العالم جوج مرات ولا كذا، انا خصني اللقب. ما هي النتائج؟ ما هي النتائج المنتخب الوطني المغربي؟ ما هي الألقاب التي حققت في حقبتك للمنتخب الوطني المغربي؟ أما الباقي هذيك مجرد، أنا ما تخربقنيش الفريق المحلي ولا النساء ولا كذا ولا هذوك كاملين بالنسبة لي كيخربقوا. المنتخب الأول شنو حقق؟ ما هي الألقاب التي أنجزها وحققها هذا المنتخب؟ ما بتجيو تعطي لي جائزة لاعبة صاعدة ولاعب صاعد وناشئة وكذا، والجائزة اللي صحيحة بصح اللي عندها السمية واللي عندها عندها المكانة وعندها الترويج وعندها بزاف د الحوايج ديها لواحد آخر، وتجي تقول لي باللي راه ديتي جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا، أفضل لاعبة صاعدة، ما عندنا ما نديرو بها. بغينا اللاعب أفضل لاعب في إفريقيا أشرف حكيمي، شئت أم أبيت. احنا المغاربة أفضل لاعب وأفضل مدافع في العالم هو أشرف حكيمي. أعطونا الرأي ديالكم في التعليقات. هل الإقجاع هو السبب الرئيسي فيما يحدث مع جوائز الكاف أم لا؟ اتركوا التعليقات، الجواب اتركوه في التعليقات. السلام عليكم.